اللحظه دي الغل والطار والصقر اللي موجود عندنا والهزيمه اللي اتهزمناها في 67 واللي كان لازم نمحي هذا العار، يعني غرزت في نفوسنا كميه من الغل غير عاديه. احنا شفنا وحضرنا الملائكه وهي بتحارب معانا، مش في صوره ملاك، في صوره انك انت مؤيد. الطيار مننا كان اصل و9 صور. يعني ايه اصل و9 صور؟ يعني ايه اصل و9 صور؟ يعني اللي بيعملوا الطيار المصري ما يقدرش يعملوا الطيار حتى الامريكاني. احنا كنا بنطير 3 و4 و5 طلعات وكنا صايمين. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك انا في خلال 17 يوم قتال بدءا من الضربه الجويه اللي حصلت بعد الساعه 2 و5 انا طرت 52 طلعه عمليات. لما حضرتك تقسميها على عدد الايام تلاقي ده رقم ما حدش بيطيره غالبا. ما حدش بيطيره الا المصريين هم ولاد الفراعنه، لان احنا فراعنه فعلا. فالطيار في المستوى العالمي بيطير طلعه او طلعتين في اليوم وياخد له دي اوف، ياخد له يوم اجازه وبعدين يرجع يكمل. لكن احنا ما كانش عندنا هذا الكلام. احنا كان عندنا العدد، لازم نعوض العدد بتاعنا وقلته بالجوده. احنا كنا 420 طياره بس. 420 طيار بس ده كان كل سلاح الطيران ساعتها. لما استلمنا الرئيس حسني مبارك كنا اقل من 100 طيار. عمل 400 طيار في 9 دفعات ما يتعملوش في 10 سنين. فدخلنا بالعدد الكبير اللي احنا دخلنا بيه نتيجه التخطيط والتدريب اللي ما حصلش ولا هيحصل تاني. الرادار لقط 6 طيارات فانتوم اسرائيليه داخله الاجواء المصريه. تمام. قالوا لكم بيديك الموقف انتوا سرب من طيارتين ميج 21 صح؟ قالوا لكم اطلعوا عشان تخرجوهم انما مفيش اشتباك. تمام. احنا لسه مش مؤهلين. تمام. انتوا كطيارين وكطيارات خايفين عليكم، انتوا ثروه بالنسبه لنا. عملت ايه بقى مع الطيار زميلك يا سياده اللواء؟ الطيارين المصريين خير اجناد الارض، فهم في رباط الى يوم الدين. لا بس هو الجنود مصر يعني اجناد مش الطيارين بس. المعلومه اللي انا عايز اضيفها حضرتك ان احنا الحياه اليوميه بتاعتنا عباره عن ان انا قاعد في رباط، انا قاعد جوه الطياره مربوط لمده ساعتين وبعدين اتفك وبعدين اطير وبعدين اتربط تاني. يعني ايه اتفك واتربط؟ يعني انا قاعد في الطياره مربوط علشان اطلع. يعني مربوط يعني لابس الحزمه يعني حضرتك في العربيه بتتربط بحزام واحد. انا بتربط ب6 احزمه. حضرتك قاعد على الكرسي دلوقتي متوصل حبه وصلات لاسلكيه ما تقدريش تتحركي. انا ببقى قاعد بيصدر لي امر الاقلاع في 3 دقائق. يعني انت تفضل قاعد في الطياره يجي لك الامر او ما يجيش؟ ما جاش. خدت بالك حضرتك ده انا في رباط. انا بقعد واطلع في ظرف 3 دقائق، دقيقه ادور الطياره بتاعتي ودقيقه اطلع بالطياره بتاعتي من جوه الدشمه اللي تحت الجبل وتحت الرمل ودقيقه ابقى على ارتفاع 3000 قدم. اذا اتاخرت عن ال3 دقائق دول احاسب واتحاكم. فاذا لازم اكون قاعد صاحي وملء فكري ومفيش في دماغي. هي دي التدريبات الصارمه اللي قالوا عليها. لا هي دي حالات الاستعداد بتاع الطيارين المصريين اللي في رباط من يوم ما اتعمل سلاح الطيران المصري ولغايه ابد الابدين. النهارده واحنا قاعدين هنا كل مطار فيه طيارين مربوطين باعداد معينه على مدار اليوم قاعدين على اهبه الاستعداد عشان يطلع ويصد ويمنع اي شيء ممكن يحصل. هو ده الفرق بين الطيار المقاتل المحترف اللي دي شغلته واي واحد تاني. الطيار بس هو اللي قاعد مربوط دلوقتي. طيب نيتك ما كانتش خير يا سياده اللواء. لا هو حضرتك احنا التدريب بتاعنا كان وصل اوفر تريننج، يعني تدريب عالي جدا وفاق معدلات التدريب. كنا بنطير بالنهار زي ما بنطير بالليل. بنعيش في السماء ازيد ما بنعيش في الارض. وصلنا لمستوى معين اقدر اعمل بيه يعني ازيد من اللي اخترع الطياره دي نفسها. المصري صنايعي. ايوه بس الخبراء الروس ما كانوش بيقولوا كده يعني. الخبراء الروس حضرتك عندهم مقاييس وهم ناس ملتزمين بقواعد معينه. احنا جميع هذه القواعد تم تحطيمها وتغييرها لصالح العقيده الجويه المصريه. احنا لا احنا روس ولا احنا طيارين انجليز. احنا في عندنا عقيده مصريه واحنا ما بندوبش في اي ثقافه. وكانت لنا العقيده بتاعتنا اللي حاربنا بيها واخر الحروب 73 ومش هتكرر زي ما الرئيس انور السادات قال. عملنا بالطيارات دي حاجات ما يعملهاش اللي اخترعها. الطياره دي اقل سرعه بتطير بسرعه 400. احنا خلينا الطيارات دي تبقى طايره بسرعه 0 0. لا يعني ايه مش فاهم.
الطياره لو قلت سرعتها عن 400 500 كيلو بتقع في انهيار، تقع. لازم يبقى فيها سرعه. اقل سرعه فيها 400. الروس قال لك اقل من سرعه 400 تنط وتسيب الطياره. لكن احنا اتدربنا ان احنا نوصل سرعه الطياره دي لصفر. فلما تكون انا سرعتي صفر وداخل واحد يهاجمني بسرعه 1000، هيلاقي طياره واقفه له كده، هيقوم معدي قدامي. في مناوره معينه انا باجي وراه واتمكن من قتله. وهم دي برضو المصريين هم. طيب تاني لفرق الطائرات، ميج 21 عندها سعة للبنزين، قدرة أو وقت للطيران، يعني ما تقدرش تدخل في معركة حقيقية وطويلة مع فانتوم، وبالذات الفانتوم كمان ممكن يعني اللي فهمناه انه الإسرائيليين كانوا عارفين الفرق ده، فكانوا عارفين انه جزء كبير جدا من المناورة ان هو يضيع وقت عشان يخلص لك البنزين. تمام. انا عايزاك تدخل لي في الموقف لما انت جالك الامر انك تطلع مع زميلك الشهيد، بصيتوا لبعض وفهمتوا ايه من بعض؟ بمقارنه بسيطه عدديه مش هتاخد ثواني، لان انا بطلع في 3 دقائق فلازم اقول لحضرتك في ثواني. احنا طيارتين ب2 طيارين، كل طياره فيها صاروخين و200 طلقه، يعني 4 صواريخ و400 طلقه، والطياره بتاعتي بتطير لها 45 دقيقه. قدام 6 طيارات فانتوم، كل طياره فيها 2 بمخين ب4 عيون، يعني ب 12 عين. وكل طياره فيها 6 صواريخ، يعني ب 36 صاروخ، وكل طياره فيها 600 طلقه، يعني ب 3600 طلقه، وكل طياره بتطير 3 ساعات. فلا قبل لك نهائيا في هذه المقارنه الغير عادله انك تدخل في اشتباك. تدخل في اشتباك. لو جبنا كمبيوتر وجه الرئيس انور السادات وحط الداتا اللي موجوده ان احنا نحارب ولا ما نحاربش، مش هنحارب. لا عندنا اكل ولا عندنا فلوس ولا دولار في البنك ولا زيت ولا سمنه يكفيك 15 20 شهر. لكن في حاجه تانية بره الحسابات، ربنا مش اجازه، فلازم احنا بنعتمد على ربنا سبحانه وتعالى وعلى اللي موجود عندنا. والرئيس السادات قال لنا كده، مش عايز حد يجي يقول لي التكنولوجيا والكلام، هو ده اللي موجود وده المتاح، واحنا هنغزل برجل ترابيزه. خدت بال حضرتك ازاي؟ فاحنا كنا على هذا الاساس بنتصرف. انا طلعت بالطيارتين، انا ومعايا الطيار زميلي الشهيد حسن لطفي. احنا عارفين ان اليهود لهم لعبه مكرره معاده. هو عارف انك انت الوقت بتاعك المسموح في الطيران والوقود اللي عندك لا يسمح لك بالطيران الا من نص ساعه الى 45 دقيقه. فيفضل يدوخك ويلففك، والراجل الموجود عندي في العمليات يدخلك ويخرجك، يبص في الساعه عنده يقول له اوكي دلوقتي هم الطيارين المصريين راجعين، لانهم لازم يرجعوا والا الوقود بتاعهم مش هيكفيهم ان هم يرجعوا مطارهم وينزلوا. فنضطر ان احنا نتدور وندي ظهرنا. ومن يعطي دبره بقى. هم في هذه اللحظه بيعمل نصر بلا حرب. يشوفني انا لفيت وراجع في اتجاه مطاري، يوم جاي وضربك، خلصت العمليه. او ما يضربكش، يفضل يخلص مهمته الاستطلاعيه لما كده الاوامر عندك لو خلص الوقود من الطياره نط وسيب الطياره، يبقى هو كده 1-0. انا من غير ما يطلع طلقه واحده. من غير ما يطلع طلقه. انا بعمل ايه؟ انا حاربت حتى اخر قطره في دمي اللي هي الوقود بتاعي، واحتفظت بالوقود بتاعي لان دخلت في خط مستقيم في اتجاه الطيارات. لا بس انا عارفه انه في موقف حصل بينك وبين زميلك الله يرحمه. زميلي هو طالع لازم اديله الايحاء اللي هو موجود عندي. احنا طالعين وان واي تيكت، طالعين بلا عوده، لكن مش هترجع ومش هتموت الا بعد ما تاخد قدامك 1 أو 2، لان انا مش عايز طيار يموت في سبيل الوطن. اللي بيموت في سبيل الوطن بيخسر البلد طياره ب50 مليون دولار ويجيب لاهله مصايب. انا عايز ايه؟ انا عايزك ما تموتش دلوقتي الا بعد ما تخلص المهمه بتاعتك. مش عايز حد يعدي على جثتك وياخد امك. انا مش عايز اموت، رافض ان انا اموت. من يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب له اجرا عظيما. انا مش عايز الحته الاولانيه، مش عايز يقتل دي. عايز اخد الشهاده بعد ما حقق نجاح. اذا كان اللي هيتقتل اللي هو الشهيد او اللي هيغلب هياخد اجرا عظيما. خلينا في نمره 2 لغايه ما ناخد طارنا، ولغايه ما نمنع الناس دول انهم يعيشوا الفساد ونقطع اليد الطولى لاسرائيل المتمثله. بعد كده انا الطيار طالع جنبي بيقرب مني في صمت لاسلكي، بشاور له
ان احنا كده طالعين روحه بلا رجعه. صواريخك اون. لما تحط الصواريخ اون انت بتديله احساس ان احنا داخلين، مش داخلين نهزر، احنا داخلين نحر كده. انت عملت له كده تمام. هو بيقرب مني جدا كده اهو، داخل نحر. اللي قرب لان المهمه اساسا لا كانت كده. المهمه اساسا ما كانتش كده. انا قاعد هنا ليه؟ فايدتي ايه؟ قاعد علشان ازود عن وطني، امنع اي واحد يعيش فسادا او يخش واقطع له دراعه. واحنا كان لحمنا مر وقطعنا ايدين اسرائيل. طلعنا. انا شاورت له صواريخك اون واحنا داخلين. دخلنا في المعركه، اليهود شافونا قال لك 2 نلعب بيهم. 2 ميج 21 دول هنلعب بيهم. ابتدوا يلفوا في دايره وعايزك تخش. الدايره دي كل ما تقطعها من اي حته هتلاقي واحد وراك مسنطرك لواحد قدامك. صح. انت بتبص على قدامك وتفرح انك تروح تضربه، يكون اللي وراك منشن عليك وبيضربك، رمالك كتكوت فانت لقطت ورحت عليه. فقبل ما تضرب اللي قدامك بص ورا عشان اللي بيضربك، لان هو ده مسنطرينك لبعض، بيلعبوا بينا. كانت يعني التخطيط اللي احنا عاملينه ايه؟ احنا هنخش في اول 30 ثانيه لازم نحقق الهدف بتاعنا. دخلنا بيبان قائد التشكيل وبيبان الطيارات، لان الطيارات زي الفينجر فور، يعني زي الاصابع كده. القائد اهو، واصغر واحد اهو، وتاني واحد اهو، وتالت واحد اهو. فانت بتيجي على راس التعبان.